هكذا ردت أرملة البرلماني المقتول عبد اللطيف مرداس على منفذ جريمة قتل زوجها البشعة عشيقها هشام مشتري في أول لقاء جمعها بعد هذه الفاجعة. وأكدت مصادر مطلعة قريبة من ملف مقتل البرلماني مرداس أن وفاء زوجة المرحوم مرداس أنكرت ضلوعها في ارتكاب هذه الجريمة، مؤكدة أنها لم تكن على علم بها. وذكرت المصادر أن وفاء اعترفت في البداية أن عشيقها الجاني كان قد أخبرها بعزمه قتل زوجها، لكنها نفت علمها بموعد ومكان وزمان الجريمة ناكره كلا. لا تنسى الاشتراك في قناتنا لتصلك فيديوهات جديدة. اضغط على زر أبوني الموجود في الأسفل للاشتراك.